في وفاة الأهل والأحباب والأقارب، حتى أن الناس يتعرض بيته للطعن والفتح، فيتكلم المنافقون ومعهم اليهود عن الأرض الشريفة العفيفة أمنا عائشة. ولكم تتصوروا قسوة هذا الحدث على قلب رجل يتكلم الناس عن زوجته. فماذا كان يفعل الحبيب صلى الله عليه وسلم مع كل أزمة وفي كل رحلة؟ يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمل والتفاؤل. يخرج من مكة يجلس في غار ضيق، يأتي المشركون وراءه، يقول له صاحبه يا رسول الله يا نظر أحدهم تحت قدميه لرآه، يقول ما ظنك الاثنين؟ الله ثالثه، لا تحزن إن الله معنا. لا يصح أبدا أن يحزن فيرى الحزن على وجهه من يعلم أن الله معه. لا يصح أبدا. لما الكآبة والنكد؟ لماذا نستشعر أن الأيام القادمة ستكون أيام سوداء وأيام كئيبة وأيام لا يعلم فيها إلا ربنا؟ مين اللي يقول الكلام؟ أوحي من بعد رسول الله اللي بيتكلم عن بكرة أو بعد أو الأسبوع الجاي أو السنة الجاية، وهو بينكد على الناس ليل ونهار وبيسوي الدنيا أمام أعينهم. ليه؟ اطلع على الغيب أوحي أخبره؟ لا والله أبدا. إذا لماذا كل هذا السواد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا مبدأ الأمل والتفاؤل، فيقول صلى الله عليه وسلم وهو يحذر على من يسوي الإسلام، ويقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من قال هلك الناس يعني انتوا لسه شفتوا حاجه، ده لسه ولسه يا لها نشوف، ده احنا مش هنلاقي عيش الحال. اذا من قال هلك الناس فهو اهلكهم وهو اهلكهم بالصفه. يعني هو هيبقى اكثر واحد خسران الناس كلها تضحك عليه، واذا كانت هناك فتنه سيكون هو اول من الناس في الجديد. اذا الانسان المؤمن المتفائل لا يعرف الى اليأس طريقا. اليأس في ديننا حرام، نعم، بل ليس حراما بل هو كفر. اليأس في ديننا كفر، نعم. قال ربنا تبارك وتعالى وهو يقص على مسامعنا من نبأ رجل نبي من انبياء الله فقد ولده وابيضت عيناه من الشمس وفقد الولد الثاني، وجاء إخوة يوسف يطلبون منه الابن للسفر، فيقول له بعد أن فقد بصره من شدة الحزن على ولده بعد مضي السنين، لكنه ما زال يحيا بالأمل. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، اسمع، ولا تنأسوا من روح الله إنه لا ينأس من روح الله
إلا القوم الكافرون. هذا هو خلق من أخلاق الكافرين الذين لا ينبغي أن يتحلى بها إنسان محب متوكل على الله. يعيش الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه الأزمات، الأزمة بعد الأزمة والمحنة بعد المحنة، وهو متفائل متوكل على ربه سبحانه وتعالى، لدرجة أنه عندما كان في غزوة أحد وخرج من بين صفوف المسلمين بعض المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول خرج بجيش الجيش وعاد. المشركين 3000 والمسلمين حوالي 300 واحد بعد ما مشي عبد الله بن أبي بن سلول. وهنا بدأت الحرب النفسية، الحرب الإعلامية التي بدأت الغزوة. إيه بقى الحرب؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وبعدين فخشوهم دي يعني خافوا منهم، خافوا من الجايين دول. بقى لا يبقى ينصح، هو يبدو للناس بأنه ناصح، لكن معقولة بتبقى نصيحة وانت بتقول لواحد خاف؟ يعني انت لما بتحب ابنك وتقول له الامتحانات جايه، يا راجل الامتحانات صعبه، يا واد خاف من الامتحانات، خاف من الامتحانات. الواد اتولد في الدنيا سعيده، خوفته من الامتحانات، دخل الامتحانات خايف ملعوب وهو يظن ان الامتحان ده شبح متعب، فخلاص كانت النتيجه. انت وان كنت تبدو له الناصح لكنك ربما فعلت ذلك لحسن نية، لكن هناك أناس يجيدون فن اليأس، فن التشاؤم، فن أن يعطل الإنسان ولا يتحرك. فالمتشائم يسكن في مكانه، تقول له اشتغل منك اشتغل منك. هي الدنيا بقى فيها حاجة تستاهل ان اشتغل منك. طب ايه والله طب انت عندك الحاجة تقول ايه يعني؟ تقول ربنا ليس ده بقى الدنيا اللي نعلم بها يا ربنا. المتشائم يسكن في مكانه لا يرجى منه عمل ولا يحقق نفعا لا لنفسه ولا لغيره. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفنا دايما وهو في قلب الازمات ان يتحرك الانسان نحو المستقبل بهمه عاليه وعزيمه فتيه واراده سويه، لا يستجيب ابدا لليائسين ولا لتشاؤم المتشائمين، ينظر الى المستقبل وهو في قلب المحنه لأنه متوكل على الله. قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هنا في عندنا ناس تقول وناس يقال لها جمهور وناس يتكلم عنها، هي موجودة في الحوار. الذين قال لهم الناس يبقى في ناس بتقولوا ناس بتسمع، اللي بيقولوا بيتكلموا عن ناس باينين غير معلومين. قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم باينين، هيدمروكم وهيولوكم وهيقدموكم وهيقولوا ايام فاخشوهم. النتيجه رد الفعل اللي بيسمع قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا يهمنا لا من اي حد جاي ولا من اي امر جاي، حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجه فانقلب بنعمه كفايه عليهم لا شيء بنعمة من الله وكمان حتى كل وفضل لم يمتنع
ده ايه العظمه؟ كل ذلك لانه اظهر التوكل على الله واظهر معيه الله واستحضروا معيه الله وهم في قلب الازمات والمحن ما جعلهم ينطلقون من المستقبل. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو منهجه وهذا هو مبدأه وتلك هي عقيدته. تتحرك منطلقا من قلب الأسف بتفاؤل وأمل إلى مستقبل قادم. يقول صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح في شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله من خلقه وخلقه. أما في غزوة الأحزاب يأتي الأحزاب على إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جانب في 10,000 ومن جانب آخر يهود بن قريظة داخل المدينة. اتفق الأحزاب مع يهود بن قريظة إن يهود بن قريظة جوه المدينة يقومون بذبح الأطفال والنساء. في نفس الوقت يهجم فيه الأحزاب على المدينة. لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك تعدى للقاء الأحزاب وأمر بعد ذلك بحفر الخندق. لكن مش أنه هدفوا خطواتكم بالمشهد في عندنا يهود الله يذبحوا النساء أطفالهم. فماذا نفعل بهم؟ أو نترك أثر المعركة ونقول للدفاع عن نسائنا وأطفالنا فلو فعلنا ذلك هجمت الأحزاب على ديارنا، أم نبقى في مواجهة الأحزاب فيقتل اليهود نسائنا وأطفالنا؟ أزمة شديدة نحن كرب شديد. صور القرآن الكريم هذا المشهد الخاطئ: إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وحشرون وتسجدون وبلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف والرعب، إذ خلع القلب من مكانه فكد الحنجرة وتظنون بالله الظنون. في قلب الأزمة والمحنة ينقسم الناس إلى فريقين: فريق يظن بالله خيرا فيتوكل عليه، وفريق لا يظن بالله خيرا. فعندما كانوا مع نبي الله موسى قالوا له بكل وقاحة: أوتينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. خذوا بالكم من كل لفظة هنعمل. أوتينا يعني احنا كده كنا مفهومين ومطلوبين ومسحرين ومستهدفين من قبل أن تأتينا، وكأنه هو اللي فرض نفسه علينا حتى لم يقولوا بأدب من قبل أن نرسلك امرأة أبدا، ومن بعد ما جئتنا يعني ولا من أي حاجة. وكأن ما جاء به موسى هم في الأساس مش مقتنعين به أصلا. قد ننقل المشهد إلى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم: وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فانقسم الناس إلى فريقين: فريق هم المنافقون الواقفين بكل وضاحة ونادوا على بعضهم وقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا.
دي بالبلد كده. احنا خدنا مقلب من الثاني، احنا بنضحك عليه. ما وعدنا الله ورسوله يتكلمون عن من؟ عن الله ورسوله. أو تحسن الوضاحة بعبد من عباد الله أن يقول ذلك على ربه، أو يبلغ سوء الظن ذلك بذلك العبد إلى هذه الدرجة في ربه وخالقه. معقولة هذا؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. خلاص غزوة الأحزاب كانت 5 هجرية، يعني بقاله 5 سنين توصينا بيعمل ايه؟ ما تستمد خير ولا رجونا منه خيرا. هو برسالته وشريعته كالتجاه. ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. خلاص احنا هننضم الى احد الفريقين، اما الى يهود بن قريظه او الى الاحزاب غوثا والقيل او نفس الكلام. هناك في زماننا الآن من يشركون فن هذه الشعارات. ستجد كاتبا ربما يخرج على صفحة من صفحات من صحابات الجرائد ويقول القادم أسوأ. دي بالبلد كده يعني أيامكم دولة. إيه يعني كده؟ ليه كده؟ ما هذه النعرة؟ ولما هذا التشاؤم أو متوكل على إله غير الإله الذي نعبده؟ خلاص تسكي أنت وما تعبد. إنما إحنا المؤمنين قالوا في قلب الأزمة ولما رأى المؤمنون إذا كانوا في أحد سمعوا بس قال لهم الناس إذا الناس قد جمعوا لكم، فإن بقى الأحزاب شافوهم بعينهم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وانتصر المؤمنون في الأحزاب بدون الكتاب، وكانت الخيبة والمكان على المنافقين، وفضح أمره بعد ذلك في غزوة مكة وبعدها في غزوة الجبل. مش هقول لحضراتكم اللي هيتوكل على غير الله مش هيشوف حاجة أبدا. فلنتوكل على الله ولنتعلم من رسول الله، وإن كنا في أزمة أو محنة أو سكة فتلك إرادة الله، ولا يجب على المؤمن إلا أن يلتزم بإرادة الله فينطلق من أزمته إلى المستقبل بعين المتفائل لا بعين المتشائم. اليائس من رحمة الله. أيها الأحبة، إن بلدنا مصر الآن تحتاج منا أن ننظر إليها بعين التفاؤل والأمل. فالقادم خير، والقادم أفضل، والقادم أحسن، والقادم بإرادة الله لا بإرادة البشر، لا بإرادة البشر حكاما ولا محسوبين، إنما بإرادة الله عز وجل وبقدرة الله تبارك وتعالى. سينتقل ببلدنا إلى ما هو أفضل من ذلك بإذن الله عز وجل. الأمر فقط يحتاج منا أن يقوم كل منا بواجبه، وأن يؤدي كل منا عمله الذي هو مكلف به. فالمزارع في حقه، والمعلم في مدرسته، والطالب في مكانه يدرس ويتعلم، والداعية يوجه الناس نحو الأمل والتساؤل، يبشر ولا يبشر، والطبيب يؤدي عمله، والمرأة في بيتها تؤدي عملها. يحتسبنا جميعا وجه الله عز وجل. شعارنا حسبنا الله ونعم الوكيل. نقول امرنا الى الله عز وجل فهو البصير بالعباد. واقول اخيرا ايها الفلاح المصري ابشر بخير عظيم باذن الله تبارك وتعالى. فنحن في وزاره الاوقاف جاءتنا اخبار من خلال اجتماعات مع الوزارات المعنيه في الحكومه
بأن الصلح هذا العام سيعود الخير على البلاد جميعا به إن شاء الله عز وجل. لذلك نصيحتي لنفسي ولآبائي من الفلاحين المجيبين المزارعين المتقين المخلصين أن يبادروا ببيع القمح للحكومة المصرية ليعود الخير على كل مواطن مصري بعد ذلك في صورة رغيف خبز يشبع الفقير والغني على حد سواء. إن بلادنا تخطو خطوات إن شاء الله تبارك وتعالى جادة لا نريد إلا أن يقوم كل إنسان منا بعمله ينظر إلى المستقبل بعين الأمل والتفاؤل يتوكل على الله لا يتوكل على أحد من البشر فهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيد نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك يا رب لا تشرك به هو